بسم الله. اتكلم على طرق علاج الخشونة، علاج خشونة الركبة اللي احنا اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت. قلنا أول حاجة اكتشاف مبكر، لقينا عرفنا إن العيان عنده درجة أولى خشونة، أظن دي أحسن درجة، يعني اللي هي الدرجة الأولى اللي هي أول درجة، لسه الدنيا، لسه المفصل هيلسي، لسه صحي وكويس، الغضروف لسه أملس، الغشاء السينوفي كويس، كل حاجة كويسة في الركبة، رابطها كويسة، العضلات لسه ما ضعفتش. ما دي كلها حاجات بتحصل مع الزمن، تلاقي الواحد يحصل له خشونه درجه تانية او تالتة، ونفاجئ ان العضله بدا يحصل لها ضمور، عضله الفخذ دي. وانا عشان ارجع العضله دي باخد فتره طويله جدا. يبقى اول حاجه ان احنا اكتشفنا بدري. الجزء الثاني هبدا بقى اعالج. العلاج يا جماعه زي ما قلنا الوقايه، ان احنا بجانب وزن بينزل، الرياضه والتقويات، المشي الخفيف. بعض الناس بيحتاجوا بقى ان احنا نخش في تدخل بقى. اول حاجه العلاج بنسميه العلاج اللي هو غير بدون ادويه، او نون فارماكولوجيكال، من غير ادويه خالص. ايه هو؟ اول حاجه العلاج الطبيعي، ان انا بنعمل علاج طبيعي زي كمادات الميه الدافيه، زي الالترا ساوند، زي الليزر، زي الماجنيتوثيرابي. كل دي اجهزه بتساعد في مراكز العلاج الطبيعي، ان هي بتساعد في علاج خشونه الركبه. الجزء الثاني بيشتغل في العلاج الطبيعي ان احنا نعمل تقويه لعضلات الفرس. لو انا عنده الفقرات دي ضعيفه، بنقويها بكورس معين كده. ده بيجيب نتيجه هايله جدا ان احنا نحافظ على مفصل خشونه الركبه. يبقى انا اول حاجه الحاجات اللي هي غير طبيه زي العلاج الطبيعي، الاجهزه الطبيه زي الموجات المغناطيسيه، الصوتيه، الليزر، جهاز التنس، الاجهزه بتاعه التنبيه بتاع العضلات وتقويه العضلات. كل ده بيساعد جدا في علاج الخشونه. ونكمل في حلقه جايه ان شاء الله.